إلا إذا تفاقمت حالته وفوجئ بالطبيب يقول له عندك فشل كلوي ولازم تغسل. ليس هناك علاج يعود بالكلى إلى حالتها الطبيعية إلا الزراعة، وطالما أن الكلى لا تعود إلى حالتها الطبيعية، إذن ماذا تفعل؟ تحافظ على مستوى وظائف الكلى الحالي كي لا تسوء أكثر. بمعنى إذا كانت الكلى تشتغل بنسبة 60%، إذن أحافظ على مستوى 60%، لأنها بطبيعة الحال أفضل من 40، وال40 أفضل من 20. طيب كيف أحافظ على مستواها الحالي؟ هناك ممنوعات وهناك واجبات. أول الممنوعات هي تعاطي المسكنات القوية، بروفين، فولترين، روفيناك بصفة يومية ولفترة طويلة، هذا ممنوع. يمكنك أخذ المسكن وقت اللزوم، عندك صداع قوي، عندك ألم في أسنانك، ممكن تأخذ المسكن لفترة محدودة. أما الاستمرار يوميا ولسنوات فهذا مؤكد فشل كلوي. ثانيا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ريد بول، بايس